القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. بالبداية حطوا لي لايك وصلوا على النبي بالتعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما بتعرفوا اليوم 24 رمضان والعيد صار على الابواب. يلا اجى رمضان، يلا رايح رمضان. الله يبلغنا يا رب ليلة القدر ويجعلنا هيك من المجبورين الخواطر ومستجابين الدعوة ومغفورين الذنب. كتروا من الدعاء، كتروا من الاستغفار. اليوم الجو كتير كتير حلو، فهيك حبيت أصور لكم أجواء العيد. ورحت على شارشة اليوم، قلت بدي أشتري إيش ناقصني ألبسة وإيش ناقصني شغلات مشان العيد، فرح أشتريهم على قسمين ثلاثة. اليوم قسم، وبجوز بكرة بدي أروح كمان المساء بعد الإفطار، وإن شاء الله كمان الوقفة بجوز أروح بقى على حسب ما أخلص أغراضي والشغلات اللي لازميني. فحبيت هيك أصور لكم كل شيء أجواء حلوة، فأنتوا كملوا معي الفيديو وشوفوا لي هالأجواء، وما تنسوا تحطوا لي لايك كتير حلو. Evet abi, alın abi, alın abi. Yemek şöyle sağ غير أكلات العيد ما بيفتحوهم غير يعني بتشارشة غير وقت العيد. بالأيام العادية ما بنشوفهم إني فاتحينهم، فحبيت هيك أصور لكم إياهم. وبعدين دخلت هون على المول، كمان المول محتفل بالعيد كمان. هيك حبيت هيك أصور لكم الأجواء وأورجيكم إيش في شغلات حلوة. بصراحة أنا اليوم ما اشتريت إني ضيافة العيد، لسه أنا مأجلتها. هلا جيت اليوم أشتري بس لبس، فخليت شغلات العيد وأكلات العيد ليوم الوقفة إن شاء الله وتعالى. وما بعرف كمان إذا بدي أساوي حلويات ولا إذا ما بدي أساوي، فعلى حسب الوضع وعلى حسب الأجواء وعلى حسب الهمة. شوفوا لي أنواع هالشوكولاتات هالشغلات الطيبة، بس أسعار كتير هون غالية. أنا لقيت إني برات المول أسعار كانت أرخص. هلا الشوكولاتة لما عم تكون بالكيلو عم تكون أرخص من هيك. يعني مثل هاي فيها كم قطعة؟ حقها 329 ليرة و90 قرش، يعني 330 ليرة. كتير غالية، اللي عنده عيلة ما بتكفيه هيك شي، إجباري بده يجيب بالكيلو. بس هيك شوكولاتات بيصيروا إذا واحد رايح عند مريض، واحد رايح زيارة، أي شي بيصيروا. بس إني عيلة كبيرة ما بتوفي معهم أبدا، بتضيفوا الأولاد أكتر ما يتضيفوا الضيوف. شفت هاي المطحنة حبيت شكلها، قلت أصور لكم إياها. ما عرفتها مطحنة سكة ولا مطحنة شبة. شوفوا لي إياها واعطوني رأيكم أنتو. فجيت هون على البيت، قلت ايش بدي اساوي لي اكله هيك سهله وبسيطه، وبنفس الوقت ما بدي يعني اني هيك اكله يكون فيها لحمه. باعتبار اني اليوم كان في بازار، قلت خليني اساوي اكله مقالي، واساوي لي شويه كبه نيه، واساوي لي صحن تبوله. واهم عنصر بالتبوله هو البقدونس. اكتر شي بياخد وقت واكتر شي بياخد فرم. ليش؟ يعني بده فرم كتير ناعم. هي اهم شي، التبوله لازم اني يكون فرم البقدونس كتير ناعم، وتكون السكينه كتير شاطره وحده. فقلت بسم الله وبلشت بالبقدونس. هون بوجعك هون ما بوجعك حتى نقمته على الأخير. إجباري التبولة بدها بقدونس يكون كتير ناعم. أنا مو بعرف إني التبولة بتاخد وقت، بلشت فيها بكير، قلت هيك مشان أخلصها إني أول شي. هلا أنتوا وش بتحبوا؟ أعطوني رأيكم بالتعليقات، بتحبوا الفتوش أكتر ولا التبولة؟ أنا بصراحة كل أنواع السلطات بحبهم، بس التبولة يعني تجي هيك شلون لأقول للمناسبات، تجي هيك للحفلات، لكل شي يعني بتلاقوها اني هيك مميزة اكتر الشي. بالسفر بالعزايم إيه لا هيك شكلها احلى الشي بتلاقوها التبولة. وبعدها بيجي عندي الفتوش، كمان الفتوش كتير طيب. فتوش خصوصا هلا ايام رمضان وهيك خبز مقرمش جنبه كمان كتير طيب. فرمت اول شي مثل ما شفتوا البقدونس، بعدين فرمت الخس كمان نقمته كتير، وضفت شغلة ما بتنضاف هي للتبولة بس انا هيك حبيت اضيفها كلون، هي الملفوف. هيك ملفوف، ضفت لها كم عرق ملفوف كتير صغار صغرتهم. وبالعادة أنا بنقع الخضرة بنقعهم بخل الأبيض،
اجيت طلعت ملاقيت عندي فنقعتهم بخل التفاح، كله بصير ما بيأثر. نقعت البقدونس والخس بخل التفاح، وهون عم بغسل الخضرة لحال، بدي افرمهم لحالهم. هون قلت خليني اساوي لي صحن كبة نية. حطيت كاسة برغل ناعم كتير، هذا بقولوا له برغل سمسمية أشقر. حطيت معلقة ونص سميد، كمان هذا سميد كتير ناعم. هون عندي التوابل، حطيت ملح، حطيت فليفلة حمرا، ورشة صغيرة زنجبيل، والكمون كان خالص من عندي. ولكاسة البرغل ضفت لها كاسة مي غالية وغطيتها وتركتها هيك حتى هيك تفتح حباية البرغل. جيت هلا بدي أكمل فرم التبولة. مثل ما بتعرفوا نقعت أنا الخس والبقدونس بالمي والخل، بعدين غسلتهم وصفيتهم. وهلا هون البندورة بدي أنقعها كتير كتير، شقد ما بتقدروا نعموها نعموها. التبولة بدها بندورة والخضرة كلها تكون ناعمة. فأنا في نص هاي المرحلة بلشت أحس بالندم لأني سويت التبولة اليوم وأنا صايمة وتعبانة. وعندي هدول الخيارات، ما بعرف حسيت هيك يعني وشهم هيك مضرب بالشمس كني، ما بعرف، فقشرتهم هيك تقشير كمان وعم بفرمهم فرم ناعم. وجبت هون بصلة، بدي أخلي نصها للتبولة والنص التاني بدي أحطه للبرغل. تسمعوا بالمثل بيقول من دهنه سقيله، هون نفس الشي أنا بدي أساوي. هلا هذا البرغل رح أخذ منه كمان معلقتين 3 بدي أحط التبولة، وكمان من البصل اللي فرمته للتبولة بدي أحط منه للكبة النية. فهون طبقنا نحن المثل 100%. وجيت هون كمان فرمت كمان ليمون فرم ناعم. وهون أنا إيش سويت؟ شوفوا الفكرة اللي سويتها. أنا ما بدي التبولة يطلع منها مي كتير، فإيش سويت؟ ضفت هون البرغل وحطيت البندورة وحطيت الشغلات اللي بطلع منها سوائل كتير، والليمون والخيار هدول كلهم بطلع منهم سوائل، حطيتهم ضمن التبولة. فهلأ إيش بصير؟ بمتص البرغل كل أنواع السوائل، وآخر شي بنعود بنضيف هدول الشغلات اللي ضلوا، البقدونس والخس. وهي الطريقة بعود ما بطلع عنا سوائل كتير بالتبولة، فبتمتصها كلها البرغل. بعدين ضفت التوابل، ضفت بابريكا وفلفلة حمرا حدة، حطيت منها رشة ما كترت، ورشة ملح ورشة زنجبيل، واخر شي ضفت شوية زيت. هاي التبولة صارت جاهزة، قلبتها هيك كم تقليبة وبس. وهون عندي الكبة النية، دعكتها كتير وراح احط لها معلقة دبس فليفلة ومعلقة دبس بندورة. ونوع من انواع الزينة وبيعطي كمان شكل حلو وطعمة حلوة هو البقدونس. ضفت لها بقدونس وضفت لها اخر مرحلة زيت، ونزلت فيها دعك هيك لحتى صارت، شوفوا شكلها شلون. ضل عندي هلا بس تشكيلة. هلا بدي اشكلها ونكمل مع بعض المقالي. هلا جيت هون عندي القرنبيط، بدي اساوي القرنبيط. اول اشي في منه مضرب، والله حسيت هيك القرنبيط، فصرت المضرب هيك اشيله اكبه، واللي ما فيه شي هيك احطه بالصفاي. بعد ما رح اخلص تقطيع القرنبيط رح اخدهم اغسلهم كلياتهم، اقنعهم اول اشي بالمي والخل او مي وملح، بعدين اصفيهم مشان اني احسن اقليهم هن مصفيين من المي، لان اذا حطيتهم وهن في قلبهم مي بصيروا بطرشوا زيت. هون كمان اجى دور البطاطا، قطعت البطاطا وسويتها كلياتها اصابع. اخر شي ضفت لها ملح حتى هيك تطلع منها ايش في مي ايش في سوائل. بدي اصفيها ورح اروح اشغل الزيت حتى يحمى الزيت، لان بدي اقلي اول شي البطاطا. هون قليت اول وجبة بطاطا، وهلا بدي احط الوجبة الثانية. اكتر اكلة بحبوها الاولاد هي البطاطا، بالفعل يعني اكلة البطاطا ما بتنكره، كتير انا بحب البطاطا.
والمقالي بشكل عام أنا بلاقيهم كتير طيبين، بس مشكلتهم إني مشان الزيت، هي المشكلة إني الزيت وأضرار الزيت. إن شاء الله بس الله رزقني بدي أشتري قلاية هوائية، بدي أصير أشتغل على القلاية الهوائية وألغي قصة هالزيت كلياتها مشان أقلي برياحتي. وهون كمان قليت القرنبيط وهلا عم بحط الوجبة التانية. والقرنبيط لازم يعني إني يكون حصرا معه كمون، لأن كتير بيساوي نفخة إذا ما كان في كمون، وأنا اليوم بالذات خالص من عندي الكمون، فهلا رح أشتري كمون خصوصا مشان القرنبيط ويكون طبخة طبخة كنت خلصت أسرع من هالمدة. أكلت المقالي معي وقت يعني كتير، وأنا كنت جاي من السوق وتعبانة هيك كتير أكلت معي وقت. وأنا ليش اخترت المقالي اليوم؟ اخترتهم لأني يعني ملينا من الأكل، سوينا ما ضل شي ما سويناه برمضان، فقلت خليني أساوي اليوم مقالي. امبارحة سويت ملوخية كمان وسويت فريكة، بس ما صورت لكم إياها باعتبار إني نزلت لكم إياها أول رمضان. وهيك خلصت القلي، سويت القرنبيط قليته وقليت البطاطا، وهون التبولة زينتها بالخس وسكتها وهرهرت هون وهون. ما بصير بلا الهرهرة، هي الهرهرة ما بصير من دونها. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. وعلى وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل، فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. بكت القلوب على وداعك حرقة كيف العيون. وهيك كان إفطارنا لليوم. الله يتقبل صيامنا ودعائنا ويجعلنا من المجبورين الخواطر في نهاية رمضان. هيك يا صبايا بكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. انتظروني فيديو جديد على أمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.